بسم الله توكلت على الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات صفاء. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم واحد نحتاجو في هذا الكرواسه باش ما نطولش عليكم. عندي جوج ديال المرحله الاولى، عندي جوج كيسان ديال الفورس في المرحله الاولى، جوج كيسان ديال المدافي ممكن تعوضوهم بالحليب الا بغيتو، كيبقى عندكم الاختيار. وعندي نص كاس ديال السنيده، جوج معالق ديال الخميره حبيبات، وواحد الساشيه ديال الفاني. هذا في المرحله الاولى. في المرحله الثانيه غادي نضيف الملحه ونص كاس شويه ديال الملحه، نص كاس ديال الزيت، ساشيه ديال الخميره ديال الحلوى، ومن طبيعه الحال الفورس اللي غادي نجمع به هاد الكرواسون هاد البتي بان هذا. غادي نبدا على بركه الله. جوج كيسان ديال المدافي غادي نديرهم هنا في هذا البول هذا. غادي نضيف عليهم ديك الخميره، جوج معالق كبار ديال الخميره كيف ما قلنا، واحد نص كاس ديال السنيده. غادي نخلط الخليط ديالي شويه هكا صافي، وغادي نخوي عليه هذوك جوج كيسان ديال الفورس. غادي نخلطهم حتى همايا، وغادي نخلي الخليط ديالي لمده ديال واحد 10 دقائق. بطبيعه الحال الا ما بغيتوش تستعملوا الفويي ممكن تستعملوا الخلاط الكهربائي، كنخلطوه بحال ما هكا، كنخليوه بحال البغرير ونخليوه 10 دقائق ونعاودوا نرجعوا نكملوا باقي المراحل. فيهش لا زبده لا بيض، ما فيهش حتى الحليب. الا ما بغيتوش ديروا يعني بغيتو تعوضوا الماء بالحليب ماشي مشكل، المهم راه ما كنديرش فيها انا حتى الحليب، ما كنديروش باش كتجيني ناشفه وكتجي زوينه، ما كتجيش ميدمه، وحتى اللي بغى ياكلها ما كتثقلش عليه، ما كتجي. نسيت الفاني ما درتهاش، غادي نديرها ماشي مشكل، يمكن لكم تخليوها حتى الاخر، غير انا بغيت نديرها في الاول باش كتعطيني داك كدوب حتى هي بحال السنيده. هنا 10 دقائق ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. من بعد 10 ديال الدقائق ها نتوما شفتوا كيتضاعف الحجم ديالها، كتولي بحال البغرير. شوفوا كي ولات. غادي نضيف دابا داك نص كاس ديال الزيت، وغادي نضيف ديك القبيصه ديال الملحه، غير شويه ما نكتروش. صافي وغادي نخلط شويه. هذه البنات عودوا وجدوها بالنسبه لرمضان ان شاء الله، وجدوها مع الصباح، عجنوها الصباح صافي وخليوها حتى العشيه، غادي تجيكم سخونه مع الفطور نيشان، غتوجد لكم قبل الفطور. المهم كتكون باقا سخونه، توجدوها للفطور كتجي زوينه هكا وخفيفه، ما فيها لا بيض لا زبده لا والو، كتجي زوينه. دابا غادي نبدا نضيف في الطحين. انا غادي نعبر معكم، في الحقيقه انا كنت كنخدم غير هكاك غير معاينه، دابا غادي نعبر معكم بالكاس ديال العنبه. الكاس الاول غادي نزيد الكاس الثاني. بطبيعه الحال هاد الفورس راني مغربلاه. الكاس الثاني غادي نزيد الكاس الثالث. ثلاثه الكيسان. وغادي نشوف، غادي نضيف ديك الخماره، انا علاش درتها في هذا البول، ممكن لكم تعجنوها بيديكم، بغيت نعجنها بالعجانه، راه يمكن لا تعجنوها غير بيديكم، غير هي كتبغي شويه دليك، تبقى شويه مرخوفه. غادي نزيد مازال انايا الفورس هنايا، غادي نزيد غير النص.
حتى كنشوف ها هما زدت غير النص تنشوف. النص الثالث، نص باش نكملو 4 الكيسان. غادي نعجنها هكا ندلكها ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. صافي البنات، العجينه ديالتنا ها هي راه تعجنات، دلكت مزيان، هي راه خصها تدلك شويه. ها نتوما كيفاش كيولي القوام ديالها، كتولي بحال ما هكا رطبه وما كتلصقش. ها خصها ما تكونش تلصق في اليد وفي نفس الوقت تكون هكا رطبه. غادي نخليها دابا، غادي ندهنها بواحد شويه ديال الزيت وغادي نخليها ترتاح. عاد نعاود نرجع نخليها تقريبا واحد نص ساعه هكاك، نخليها غير على ما تطلق مزيان باش ترخف وتخمر ليا الخميره الاولى، ونعاود نرجع عاوتاني نتلاقى معكم ان شاء الله باش نشوفوا باقي المراحل ديال هاد البتي بان هذا. دابا من بعد ما دازت نص ساعه، ها نتوما شفتوا القوام ديالها كيفاش ولا. نخدم كل طرف بوحدو. ناخذ هاد الشكلاط هذا طويل خاص بالبتي بان. كنديرها بهذا الشكل هذا وغادي نحطها هنا. الشكلاط ما كنديرش هذه طويله كامله، ما كنديرهاش طويله كلها، كنقسمها على جوج باش مني نحطها كتبقى عندي العجينه شايطه من هنا ومن هنا باش ما يخرجش ليا ملي كطيب، ما يخرجش داك الشكلاط كيطيح في اللاطه وكيتحرق، كيعطي منظر خايب للكرواسون حتى وكيضيع. يعني ماشي ما كيبقاش من الاحسن نديرو هكا الوسط هكا بهذا الشكل هذا. دائما هذاك الجهه اللي كتكون مديره نحاولوا نسدوها هنايا لتحت، نسدوها هكا لتحت بهذه الطريقه هذه، ونحطوها هكا نوركو عليها شويه، عاد نحطوها في اللاطه باش ما تحلش لينا من بعد. صافي البنات، دابا ملي كملت عندي هنايا واحد صفر ديال البيضه، كنضيف ليه واحد المعلقه ديال الحليب، واحد شويه طريقه صغيره ديال الملحه، ندهنو كامل هكا ونخليه حتى ياخذ حقه في الخميره، ونتلاقاو ان شاء الله منين نبغي ندخلو للفران. البنات، البتي بان ديالنا ها هو راه خمر. غادي شعلت الفران كيسخن، غادي غير يسخن وغادي ندخلو ان شاء الله ونعاودو نتلاقاو من بعد ملي يطيب ويسالي، نعاودو نتلاقاو ان شاء الله. كان هذا هو الشكل النهائي ديال البتي بان ديالنا اللي صيبنا كيف ما شفتوا. هادو درت ليهم شويه ديال العسل، دهنتهم شويه ديال العسل ودرتهم بالكوك. هادو خليتهم هكا ناشفين، هانتوما كيفاش كيجيو رائعين بزاف ورطبين. هانتوما البنات، انا حطيتهم الفوق وخليتهم حتى طابو الفوق. صافي هبطتهم شويه غير خداو غير داك اللوين، خداو هاد اللوين ديالهم صافي وحيدتهم. كيجيو لذاذ وبنان وفنين بزاف بزاف. راكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه. كيجيو في هذا الشكل هذا ناشفين. نتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم وتبقاو على خير بالصحه والراحه، والى اللقاء ان شاء الله في وصفه مقبله بحول الله. بسلام عليكم.